السلام عليكم. معكم سفرة هويدا. كل سنة وانتم طيبين. ما زلنا في تجهيزات رمضان. يعود علينا وعليكم أيام بخير يا رب. عندنا النهاردة كيلو لحمة مفرومة. ازاي نجهزه ونخليه نضاعف الكمية ونخليه حوالي كده 2 كيلو ربع أو 2 كيلو زي ما هتشوفي معايا، ونقدر نعمل بيه 5 أو 6 وصفات في رمضان. وكل سنة وانت طيبة. إن شاء الله تستفيدي من الفيديو ونقدر نعمل وصفات التوفير. عندنا الكيلو اللحمة زي ما هنشوف مع بعض المفروم، نقدر نعمل منه 5 وصفات أو 6 حسب الكمية الأسرة اللي عندك وحسب عدد الأسرة. يلا معايا كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى اللايك على الفيديو والاشتراك على القناة، فعل الجرس الكل يوصلك كل جديد من سفرة هويدا. معايا كيلو لحمة مفرومة هنا، هحط عليه حوالي من 100 ل 150 جرام دهن يكون عندك أو تاخديه من الجزار. المكون اللي هنضيف هنا الحمص. عندي حوالي 200 جرام من الحمص، تقدري تلينيهم كده او تنقعيهم في ميه وتسلقيهم، وبعد كده زي ما هتشوفي معايا تقشري الحمص ده وهتقشريه بكل سهوله. انا هضيف هنا مكون الحمص. طبعا الحمص فيه بروتين نباتي، مش هضيف اي حاجه وخلاص، انا عايزه اوفر بس زي ما قلنا لازم يكون حاجه ليها قيمه غذائيه. همسك كده شويه شويه في ايدي زي ما انت شايفه في الحمص، هفركهم كده بين ايديا هيطلع القشر بمنتهى السهوله. فطبعا مش هقدر انا امسك واحده واحده، لا كده على طول هطلعي القشر بتاع الحمص. كده طبعا عارفين ازاي بنبل الحمص او ننقعه وكمان نسلقه. انا عملت ربع كيلو، خدت منه 200 جرام تقريبا. همسك الحمص كده بعد ما قشرته المسلوق اضربه في الكبه كويس جدا. زي ما قلت لك احنا هنا بنضيف اضافات يكون لها قيمه غذائيه عاليه، مش عايزه اضيف حاجه ملهاش قيمه غذائيه في عشان ازود الكميه وخلاص. ادي عندي الحمص بطحنه، عايزاه مطحون ناعم. احنا لسه هنطحن تاني لما يتضاف على اللحمه. هنزل الحمص بتاعي كده. بعد كده ايه الاضافه التانية؟ عندي كوبايه من البقسماط الناعم، هحط عليها كوبايه من الميه واسيبها كده 5 دقايق مع نفسها. اقلب كويس علشان كل البقسماط يتشرب الميه كلها. دي الاضافه التانية اللي انا هضيفها على اللحمه المفرومه. يبقى ضفت 3 حاجات: الدهن عشان يديها طعم حلو، وضفت الحمص وكوبايه البقسماط. عندي الدهن هنا انا طبعا هتقصيه بقى بالمقص بسكينه، قطعيه صغير كده زي ما هتشوفي، وبعدين هنضربه في الكبه. اخد الكبه بتاعتي كده اضرب فيها طبعا مكان الحمص، مش مشكله، انا كده كده كل المكونات دي هحطها على بعض تاني. هضرب الدهن ده كويس جدا، ويا ريت يكون ساقع عشان يتضرب معاكي بكل سهوله وما يلزقش معاكي في الكبه. ضربنا الدهن اللي عندي، هنحطه على الحمص المطحون، وبعدين هنضيف كمان كوبايه البقسماط اللي احنا حطينا عليها كوبايه ميه وسبناها كده 10 دقايق ربع ساعه تتشرب. كل الاضافات دي هتزود لي الكميه. عندي بقى نحط معلقه كبيره من البابريكا، لو عندك بابريكا مدخنه يكون افضل، وكمان بهارات لحمه. هنضيف اللحمه المفرومه الكيلو اللي عندي، وطبعا كده كده انت بتجيبي اللحمه المفرومه بيبقى فيها دهن اصلا مع 100 او 150 جرام الدهن اللي عندك، هتلاقي الكميه عندك بقت مضاعفه. هبدأ طبعا هي كلها كده مش مع بعضها، عايزة تفرم تاني، فهبدأ اعيدها في المفرمة حبة حبة او في لما عندك مفرمة او الكبة. احنا شغالين بالكبة، هنستمر في شغل الكبة ونبدأ نفرم كل المكونات الحلوة دي معانا تاني عشان تتجانس، وهوريكي شكلها عامل ازاي. لو وصلتي معايا المقطع ده من الفيديو اتمنى اللايك على الفيديو والاشتراك على القناه لو لسه ما اشتركتيش. شير الفيديو للاصدقاء يوصلوا كل جديد ان شاء الله من سفرة هويدا مع تفريزات رمضان. وازاي بقى هنعمل وصفات توفير في رمضان وغير رمضان. هنحول كيلو اللحمه المفرومه ل 2 كيلو، نضاعف الكميه بمكونات زي ما شفنا مع بعض مفيده وليها قيمه غذائيه عاليه. شايفه شكل اللحمه لما فرمناها لتاني مره بقت كلها متجانسه مع بعضها وكلها كتله واحده، مفيش باين بقى فيها لا بقسماط ولا حمص ولا دهن ولا اي حاجه. تقدري بقى تقسميها حسب عدد اسرتك، يعني عدد اسرتك كبير تقدري تقسميها 3 4، لو متوسط تقدري تقسميها ل5 اجزاء. طبعا كل واحد حسب اسرته. ربنا يبارك في الجميع. نبدا بقى شويه وصفات كده نعملها. هناخد كده 5 6 بصلات ونبدا نفرمهم في نفس الكبه. طبعا ما تتعبيش نفسك بقى انك تغسلي الكبه، لان كده كده انت هتعملي فيها اللحمه والبصل، يعني هو نفس الايه اللحمه اللي هنعمل فيها، مش هنعمل فيها حاجه تانية. هنفرم كل البصل اللي عندي 5 6 بصلات كده حلوين، ونبدأ نصفيهم كويس قوي.
انا عايزه التفل بس، وهسيب ميه البصل هنشوف نعمل بيها ايه. هضيف عليها شويه ملح صغيرين كده عشان يسهل من نزول الميه من البصل. عندي بيضه هنا، هفصل البياض عن الصفار، وكل ما كانت البيضه تكون ساقعه فصل البياض عن الصفار بيكون اسهل. هنعمل اول وصفه هنشوف مع بعض. هاخد جزء، هو انا قسمتهم حوالي ما بين 350 الى 400 جرام الجزء الواحد. الخمس اجزاء اللي عندي اللي قسمتهم ما بين كده، ما بين 350 ل 400 بالتقريب. هضيف عليها الملح، وهضيف عليها معلقتين من النشا، ومعلقتين بقسماط وبياض البيضه. ملح وفلفل اسود وبياض البيضه وبقسماط، وضفت هنا كمان شويه من التفل بتاع البصل. هدمج كل المكونات دي مع بعض. طبعا انا بقول لك هنا خدت البياض وسبت الصفار على جنب. هدمج كل المكونات وهنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها برجر. شايفه كلها متجانسه زي مع بعضها. نبدا بقى. عندك مكبس البرجر، حط فيه كيس كده مفتوح ودهنيه زيت. ما عندكيش اعملي بايدك ولفيها كده، وممكن تشرطيها بسكينه او حاجه، كله ماشي. وهنجيب طبق الفويل او العلبه اللي هنحتفظ فيها، ونحط فيها كيس مفتوح، كيس سندوتشات مفتوح، او الستريتش بلاستيك راب اللي عندك. هنا بقى انا عايزه اعمل بقى حركه كده في البرجر، فبنعمل له الحركه دي او الشكل ده بالمكبس. ممكن تعمليها بسكينه او ظهر معلقه، او عادي يعني، مش مشكله، دي كلها حركات. هنحفظ بقى الكميه اللي عندي بس. بين كل واحده برجر واختها بنحط طبعا كيس عشان ما يلزقوش في بعض. تمسكي كيس سندوتشات كده وتقطعيه لاتنين، والواحده تقسميها ايه الاتنين، يعني الكيس الواحد يعمل لك 4 حاجات. دي اول وصفه. تاني وصفه هنشوف نعمل مع بعض. هناخد كميه، شويه ملح، شويه فلفل، بهارات لحمه، وشويه تفل من البصل، وشويه بقسماط معلقتين كده. ادمجي بقى كل دول مع بعض، مش محتاجين بقى ندخلهم في الكبه تاني، بايدك كده على طول هيبقوا كتله واحده متجانسه. لو محتاجه معاكي معلقه بقسماط تاني حطي. وهاتي الطبق وحطي فيه الكيس، وطبعا الطبق حسب عدد افراد اسرتك. هاتي بقى معلقه زيت كده ادهني بيها ايدك عشان تسهل لك التشكيل وما يلزقش في ايدك اللحمه. هنعمل هنا كرات الكفته او الكفته المدوره اللي معظم الاطفال وولادنا بيحبوها. هنا كمان ممكن لو كان عندك بقدونس حابه تحطي، ممكن تقطعي شويه مفروم ناعم وتحطيه. انا ما كانش عندي بقدونس فما حطيتش. اللي بيحب يعني الخضره في الكفته ممكن تحطي. وحاولي يكون كل كرات الكفته قد بعضها. عملنا اول طبقه، بتحطي كيس وتعملي الطبقه التانية عليه طبعا عشان ما تلزقش ببعضها. وخلصي كل كميه الكفته اللي انت عايزاها. خلاص كده تاني وصفه عملناها، بنغطيها بالكيس كده ونسيبها على جنب، ونعمل الوصفه الثالثه. يبقى عملنا البرجر وعملنا الكفته الكور او كرات الكفته. نعمل الوصفه الثالثه نفس الكلام، نحط البهارات اللي انت عايزاها عليه، وشويه من التفل البصل، ومعلقتين بقسماط. وبرضه حابه تحطي بقدونس او تحطي. انا هنا طبعا دي صفار البيضه اللي انا اخدت البيض في البرجر، فحطيتها. قلت بدل ما يعني تبص خليها اصلا تستفيد منها في الكفته اللي هنعمله. كده كده احنا ممكن بنحط بيضه على الكفته، فحطينا البياض في البرجر وحطينا الصفار في الكفته. هنا بقى عندي هنا ميه البصل هصبع بيها. تجيبي اي حاجه تصبعي عليها. انا جبت قلم كده طبعا مغسول ونضيف، ودهنته زيت الاول، وبعدين بدات اصبع الكفته بتاعتي، كفته الحاتي. ولو برضو حابه تحطي بقدونس او خضره تحطي فيها. وابداي صباعي بميه البصل، وكملي كل الكميه بتاعتك بالطريقه دي. وطبعا اول رصه هتحطي كيس، وبعدين نرص الرصه التانية عليها. وزي ما قلت لك الكميه دي حسب الافراد اسرتك. مقدرش اقولك بقى يعني نحط نص كيلو، حطي اكتر اقل حسب افراد الاسره. هنخلص الكميه ونحط عليها كيس. ودي تالت وصفه عملناها. يبقى عندي الكفته الكرات او كرات الكفته، والبرجر، والكفته اللي هي هتبقى مشويه. سبت انا الكيسين التانيين دول زي ما هما. هعمل بقى واحد حواوشي، واحد ممكن ازود بيه البرجر، او اعمل اي صنف تاني. ممكن تعملي معصاج، بس العصاج ما تعيدوش تاني فيه كنا يعني المفروض يبقى ما يبقاش ناعم كده. انا هعمل بيه حواوشي او اعمل بيه اي وصفه تانية. ومن كده قسمنا الكيلو اللحمه المفرومه بمكونات اضافيه مفيده. وكل سنه وانت طيبه، رمضان كريم، ويعود علينا وعليك الايام بخير يا رب. ارجو بقى
اللايك على الفيديو. تحياتي سفرة هويدا، والسلام عليكم.